مع احترامي للكرة المصرية وحبي للنادي الأهلي والأندية المصرية، ولكن ديربي الأهلي والزمالك هو يخص جمهورية مصر العربية فقط، ولكن ديربي الرياض الآن بيذاع على 40 قناة رياضية عالمية، وأصبح هو الديربي رقم واحد في العالم العربي أو في الشرق الأوسط، وأهم من ديربي القاهرة. بهذه الكلمات وليد الفراج الإعلامي السعودي قبل ماتش انهائي البطوله العربيه اللي اتلعب ما بين النصر والهلال قال الكلمتين دول، والكلمتين دول كان نار في الهشيم على السوشيال ميديا، هجوم شديد جدا من ناس كتير جدا او جمهور مصري سواء للاهلي او للزمالك على وليد الفراج، وناس تانية بتقول ما هو عنده حق، وناس تانية عايزه تلبسها الانديه زي بعض الاعلاميين اللي بيحاولوا يلبسوها للنادي الاهلي. احنا هنا بس مش هنتكلم على وليد الفراج عنده حق ولا لا، او هو بيتكلم ليه، بس انا عايز اوصل احنا اصلا وصلنا لكده ازاي وليه، وايه هي الحلول. معاكم النهارده الكلام ده في استوديو 1 2 محمد ثبات، ويلا بينا نخش في التفاصيل. طيب بشكل عام خلينا متفقين ان وليد عنده حق، او الاعلامي السعودي وليد الفراج عنده حق في الكلام الكتير اللي قاله امبارح قبل ماتش النصر والهلال، وان فعلا ما بقاش ديربي القاهره او ديربي الاهلي والزمالك بنفس الطعم واللون والرائحه العظيمه اللي احنا كجيل ليا انا في منتصف الاربعينات اتربى عليها وصعد عليها، وكان بالنسبه له هو يوم من ايام الاعياد في الرياضه المصريه. وازاي ان صيت الاهلي والزمالك موجود في الشرق الاوسط وفي الدول العربيه وفي شمال افريقيا وفي افريقيا كلها كاهم ديربي موجود في المنطقه. كلام وليد فعلا عنده نسبه حق كبيره منه، ولكن حط بين قوسين، هل انت ديربي الرياض اللي انت بتتكلم عليه اللي بيذاع على 40 قناه ده ما هو الا ديربي بيتلعب بسبب ان انت اشتريت بفلوس كتير جدا جدا لعيبه انهت مشوارها في اوروبا وجبتها عندك اكنك حاططها على مسرح والجمهور جاي يتفرج عليها. ده مش تقليل برضو من اللي انت بتعمله، او مش تقليل باللي انت وصلت ليه، بس هي دي الحقيقه. لو جيت بصيت على اللعيبه اللي جت عندك بنسبه 70 او 80% هي لعيبه انهت كل حاجه ممكن تقدر تقدمها على مستوى الدوريات الاوروبيه او مستوى الملاعب الاوروبيه بشكل عام. كريستيانو رونالدو كسب كل حاجه، بنزيما كسب كل حاجه، وهنقعد نعد لعيب في لعيبه لسه ما كسبتش كل حاجه، ولعيبه مش كبيره قوي، ولكن برضه وصلوا لمرحله ان هم مش هيكونوا في التوب انديه اللي موجوده في الدوريات الاوروبيه. على سبيل المثال وليس الحصر رياض محرز، هو لعيب كبير ولعيب مهم جدا في مانشستر سيتي، كسب حاجات كتير جدا مع مانشستر سيتي، سنه مش كبير زي فيرمينيو ولا زي كريم بنزيما ولا زي رونالدو، ولكن برضو قدر خلاص او عمل كل حاجه ممكن يعملها في اوروبا، وجاي دلوقتي علشان ينهي مسيرته ويكسب اكبر قدر ممكن من الفلوس. لان احنا عارفين لعيبه الكوره بيبقوا باصين نظره محدوده ان هي السن اللي بيلعب فيه هو سن جمع الاموال بالنسبه لهم وتامين المستقبل. ده كله كلام جميل جدا، ولكن انت هنا كدوري سعودي عندك ميزه حلوه جدا وشطاره منك ان انت قدرت تجيب اللعيبه دي كلها وتجمعها في دوري واحد، ولكن الشطاره دي جت من ايه؟ جت من المال. لكن تعال بص على التاريخ، على الخبرات، على الكلام ده كله، هتلاقيك بلا جذور. طب اللعيبه دي لو زهقت او ملت او خلصت هتمشيها وتجيب غيرها، وهلم جره هتفضل ماشيه سكه كده بس هل انت هيجيلك لعيبه بعد كده عندهم الشغف ان هم يعملوا لك دوري قوي او دوري عليه العين او في منافسه قويه؟ ده السؤال اللي لازم تساله لنفسك، لان اللعيبه دي وصلت لمراحل كتيره جدا من الانتصارات. ما تحطش رونالدو كمثال، لان هو رونالدو نفسه لعيب ظاهره، غير طبعا ظاهر رونالدو الاصلي بتاع بدايه الالفيه، هو ظاهره في الشغف وفي الطموح، وان هو عايز دايما يكون نمبر 1 ايا كان هو فين. فدي نقطة مهمة جدا، حطها كده على جنب. ولكن الجذور، انت بتلعب عارف اللي بنى على اساسات عالية هو ده اللي انت بتعمله، الشكل حلو، الروح حلوة، ولكن بلا جذور. هنا بلا جذور معناها ايه؟ او بلا اساسات معناها ايه؟ هل هي بقى هتقدر تستحمل
كل مشقات الحياه اللي هتشوفها بعد كده، او كل العناصر، او كل زي ما بيقول ايه، كل ما هو يعني بيحاول ان يعني الصعوبات ممكن تكون موجوده والكلام ده كله، لان انت عندك لعيبه مش هتقبل انها تلعب في دوري سعودي قصاد الدوريات الاوروبيه. على سبيل المثال محمد صلاح رفض عرض خرافي بالكلام ده كله، لان هو عنده من الطموح ان هو يفضل هناك. هل ده هتقدر تحافظ عليه، ولا هتفضل تمشي اللي خلص دوره في اوروبا وتجيب اللي خلص دوره بعديه؟ هتفضل ماشيه بالسكه دي، فهتفضل ما مجرد الا مسرح جميل عليه ممثلين كرويين عظماء انت قاعد تتفرج عليهم. اما الدوري اللي انت اتكلمت عليه ان هو اصبح دوري يخص جمهوريه مصر العربيه فقط، فانت للاسف عندك حق. انت تاني للاسف عندك حق. ليه؟ لان احنا اللي عملنا في نفسنا كده، احنا اللي وصلنا نفسينا لكده. احنا كإدارة كروية في مصر ومناخ كروي في مصر ومسؤولين عن الكورة في مصر، احنا اللي وصلنا نفسينا لنقطة ان انت تقول الكلمة دي اللي عندك حق فيها، ولكن ما ينفعش تقولها، لان مصر كانت رائدة للدوري السعودي في حاجات كتير جدا، من لعيبة كتيرة كبيرة راحت لهم، عماد متعب وكهربا ومصطفى فتحي ولعيبة كتير، بس عشان ما تخونيش الذاكرة في الجيل دوت والاجيال اللي قبل كده، وطبعا احمد حجازي معشوق جماهير الاتحاد السعودي وطارق حامد، وهنقعد نعد لعيبة من زمان ومن دلوقتي. كل دي كانت لعيبه كبيره مصريه قدرت انها تدي روح للدوري السعودي، وكانت بتلعب بقلب اكتر من لعيبه كتير هيجوا لك من الدوريات الاوروبيه. فبدائيا انت عندك حق، ولكن ما ينفعش تقول كده، وما ينفعش يكون الرد يكون كده. انت كنت ممكن ترد على الشاب اللي سالك السؤال ده او قال لك الكلمه دي بان في تطور في الكره السعوديه، في استخدام للاموال بشكل جيد في الكره السعوديه قدر يخليها في منطقه تانية، ولكن ده ما يمنعش ان الاكثر شهره معنويه والاكثر تاريخا هو ديربي الاهلي والزمالك، اللي باذن الله بيواجه صعوبات وهيعود. انت كده لو انت فعلا محب زي ما انا قلت في اول حلقه للدوري المصري واللعيبه والكره المصريه والاهلي زي ما انت قلت، كان المفروض يكون ده الرد. اما الاجابه الاهم على السؤال، انت عندك حق واحنا اللي عملنا في نفسنا كده، هو ده اللي انا بدور عليه في الاصل في الحلقه دي. اللي انا بدور عليه هنا، احنا عملنا في نفسنا كده ليه؟ احنا مرينا بظروف صعبه جدا من 2011 لحد الفتره دي، ما بين ثورات، ما بين عدم استقرار سياسي، ما بين مشاكل حصلت سواء مع النادي الاهلي في استاد بورسعيد او مع نادي الزمالك في استاد الكليه في استاد الدفاع الجوي. المشكلتين دول اثروا بشكل كبير. كل ده احنا مرينا عليه بصعوبات، وهنا الصعوبات اللي بقول عليها ان احنا لينا جذور، ان كل الصعوبات اللي احنا مرينا بيها دي وفضل الكره المصريه على المحافل موجوده. قدر الاهلي يكسب دوري ابطال اوروبا 2012 و2013 و2020 و21 و23 السنه دي. الزمالك خد الكونفدراليه ولعب نهائي. فبالتالي رغم كل الصعوبات والرياح الشديده اللي عدت عليها الكره المصريه في اخر 12 13 سنه، الا انها حافظت على رونقها. هل انت كدوري سعودي لو مريت بكل الظروف دي كلها هتقدر تحافظ على هذا الرونق؟ انا اعتقد ان هي محتاجه تعيد اجابه سؤالك لنفسك بينك وبين نفسك قبل ما تطرحه على الناس. احنا عملنا في نفسنا كده ليه بقى، او احنا وصلنا نفسنا كده ليه؟ نمره واحد، المصالح الشخصيه. كل يبحث عن مصلحته الشخصيه، محدش بيبص على المصلحه العامه. حتى لما رحنا كاس العالم 2018 في روسيا، كله كان بيبص على المصلحه شخصيه. اتصور مع اللعيبه، اجيب اكبر فلوس ممكنه، اقعد معاهم في الفندق، اكون باين في الصوره. كل الكلام ده خلى اللعيبه تتشتت من تركيزها وما تكونش في كامل تركيزها في محفل دوري كبير زي كاس العالم في روسيا 2018. اتنين، ان انت حتى جوه هنا مصر بتبص على مصالحك، بتبص امتى او ازاي تكسب اكتر من كل حاجه، بتبص على الفلوس اللي داخلالك، مش بتبص ان انت تبني دوري او تبني انديه قادره تكون ليها قدره وقوه على المنافسه بشكل فعال اكتر. 3، يعني تدمير الاجهزه الانديه الجماهيريه تماما. المصري، الاسماعيلي، الاتحاد، كل الانديه اللي اتدمرت دي بسبب قله الموارد. يعني بتبص المصري بس مجرد ما مسكوا كابر ابو علي
كرجل اعمال قادر يزق شويه فيه، قدر يفوق فوقانه شويه، وقدر يكون جايب لعيبه كويسه، وقدر يوصل نهائي كاس الرابطه ويلعب ماتش حلو قدام الاهلي في الكاس، وفي الدوري السنه دي يحرز مركز متقدم من التوب 5 ولا توب 6 على ما اتذكر يعني. فبالتالي بقت حكايه انديه الشركات بس هي اللي موجوده، وده ظهرت من زمان من ايام انبي في بدايه الالفيه، ومعاها بقى ما بين بتروجيت ومش عارف ايه، وصولا لانديه الداخليه والجيش والشرطه والحاجات اللي حصلت دي، ثم اخيرا البيراميدز. كلها انديه بيتصرف عليها فلوس من الجهات بتاعتها او بيتصرف عليها من جهات بره زي بيراميدز، لكن في الاخر هي انديه مش جماهيريه، ما عندهمش الطموح والشغف وان هم يقدروا يوصلوا لاكبر قدر ممكن بالبطولات. هو بيلعب لهدف معين، والهدف ده ما يقدرش يخليه يقاتل حتى النهايه، ما هوش جمهور بيزقه وبيخبط وراه علشان يجيب منه اكبر قدر ممكن من الانجازات، او اكبر حتى قدر ممكن من الاداء. هتقول لي ما هو في فرق كتير جماهيريه ما حصلتش على انجازات زي الاسماعيلي والاتحاد والمصري، ما هم طول عمرهم بس كان وجودهم كان زي اللقمه في الزور او الشوكه في الحلق للزمالك والاهلي. دايما بتكون ماتشاتهم صعبه، دايما بتروح مع لاعبهم بتلاقي صعوبه في ان انت تنتصر عليهم، دايما بيناكشوك. فبالتالي عدم وجود الانديه الجماهيريه او اضمحلالها بالشكل ده عمره ما هيرجع لك دوري قوي. الاهم من كده ده كله هو طمس الهويه الجماهيريه. فكره ان انت هات 1000 2000 3 4 5 الحاجات دي ما فيهاش في الكوره. روح الملعب وروح كل حاجه حلوه في الكوره، واساس ان انت بتجدد شغف اللعيبه والادارات الفنيه، وان هم يبقى عندهم طموح وقوه وتطلع للوصول لاعلى المستويات، سواء على المستوى الادائي او على مستوى الانتصارات او على مستوى الفوز بالبطولات. هو محركه الاساسي وموتوره هو الجمهور، اللي انت بقيت خليته مسخ. يا اما مفيش جمهور خالص والاعداد بتتعدى على صوابع الايد الواحده اللي هو مش طالع لهم صوت، يا اما جمهور الكرافتات الشيك اللي هو جاي يستمتع بيه قعده حلوه، اللي هو ينفع في ماتشات السعوديه اللي احنا بنتكلم عليها، مش قادر ان هو يقوم فرقه ويكون وراها ويطلع من اللعيبه احسن ما فيها، ويكون زي الخرزانه، سوري في اللفظ اللي عايز اقوله، ورا اللعيب ان هو عايز يدي اكبر اداء ممكن عشان ما يحصلش انتقاد منه من اهم مصدر انتقاد للعيب كوره وهو الجمهور بتاعه. دول الاربع نقط الاساسيه اللي انا شايف ان احنا عشان نرجع تاني يعني دوري مهم وديربي القاهرة اللي معروف عنه في كل حتة في العالم، محتاجين نعيد حساباتنا في النقط دي كلها، وان انت تحط المصلحة العامة عن المصلحة الخاصة، وان انت ترجع ان انت تبص على الأندية الجماهيرية، وان انت ترجع تبص على فكرة الجمهور، وان هو يرجع، والجمهور الحقيقي هو اللي يرجع للملعب، وان انت تبص على ان انت يعني ازاي ان انت كادارات وكجمهور وككل منظومه كامله تكون منظومه النوادي دي كلها مستقله بذاتها، بتبص على مشاكلها، ما تبقاش كلها حرب كلاميه بين الجماهير وبعضها وبين الاعلام وبعضه، وداخلين في حروب بعيدة عن بعض. لان من المؤسف ان انت تلاقي موقف زي ده يقلبه كثير من رغم ان انا شفت صفحات زملكاويه يعني برضو الحق يقال دفعت عن الاهلي، وان انت احنا كاهلي وزمالك نحارب بعض براحتنا ونحفل على بعض براحتنا، نحارب كرويا يعني ونحفل على بعض، ولكن انت مالكش دعوه. لكن رغم كده محب الريتش ومحب الفلوس دخلوا في سكه ثانيه خالص، وان السبب في ده كله الاهلي. وطبعا عارفين امثال الناس دي، سواء من هزاز الرؤوس وعلى راسهم البوست اللي كتبه عمرو الدرديري، او طبعا ميسو الدجال او معتز الشامي اللي هو بيستغل الموضوع ده ان هو يتكلم ويعمل حلقه يقول ان السبب في ده كله هو الاهلي. هي دي اكبر مشاكلنا. اكبر مشاكلنا ان احنا بنحارب في بعض وبناكل في بعض على الفاضي ومش مكسبانا حاجه، وسايبين الاساس ان كل واحد يدعم فرقته وكل جمهور يقف ورا ناديه عشان يوصلوا لاحسن حاجه ممكنه. ده وجهه نظرنا في اللي اتقال من الاعلامي السعودي وليد الفراج، وجهه نظرنا من اساس المشكله في مصر هي ايه، وايه الطريقه اللي ممكن يتحل بيها المشاكل دي. عايز اعرف رايكم في الكومنتات في كل اللي احنا اتكلمنا فيه، ولو عجبتكم الحلقه مساعد دعمكم باللايك والشير وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم جديد اول باول. اشوفكم الحلقه الجايه ان شاء الله. سلام.